وقد أحل الله عز وجل عقوباته الأليمة ونكاله الشديد بكل ساخر مستهزئ بأنبياء الله ورسله الكرام. وكيف بمن يستهزئ بإمام المرسلين وخاتم النبيين عليه صلوات الله وسلامه. عباد الله، وإذا كان الله جل وعلا قال في حديثه القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فكيف بمن عادى نبيا؟ وكيف عباد الله بمن عادى إمام المرسلين وقدوة الخلائق أجمعين وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام؟ ولئن كان عباد الله بعض إخوان القردة والخنازير في زماننا هذا أخذوا يتهكمون بشخص النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ويهزؤون به عبر صور ساخرة وكلمات مستهزئة، فإن هذا عباد الله إذن بزوالهم ومحقهم بإذنه تبارك وتعالى، وسنة الله جل وعلا ماضية بمن كان شأنه كذلك. ومن أراد مصداق ذلك فليقرأ التاريخ كله، فهو مليء بالشواهد العديدة والأدلة الكثيرة التي تدل على كمال قدرة الله. وإنا لنلتجئ إلى الله عز وجل معلنين ضعفنا وقلة حيلتنا، ملتجئين إليه وحده سبحانه أن ينتصر لرسوله الكريم.